أنا اسمي باسم عشانك يا بلد. أنا اسمي أحمد عشانك يا بلدي. عشانك يا بلدي. عشانك يا بلدي عبارة باتت مألوفة هنا يرددها الأطفال في عزبة أبو قرن بضاحية مصر القديمة. في هذا الحي القصدري المعروف بالعشوائية يعيش سكان قدموا من الصعيد البعيد. هنا يعمل طلبة من جامعة عين شمس يعملون على محو آثار الأمية والفقر. أحمد عز أحد هؤلاء. احنا ماسكين منطقه اسمها عزبة ابو قرن، بنحاول نقضي فيها على اهم مشكلتين موجودين فيها اللي هما الفقر والجهل، لكن احنا هدفنا الاسمى او هدفنا الاساسي التنميه، لكن ده الخير اللي بنعمله كمدخل للتنميه دي عن طريق تجهيز العرايس، شنط رمضان، لحمه العيد، كسوه العيد، قوافل طبيه، توزيع كنب وبطاطين. البروجرام الثاني التمكين الاقتصادي، عايز يعمل من العزبه مكان مشهور بحرفه معينه كل اهل العزبه يشتركوا فيه، بيتعلموا مصنوعات جلديه وحرف جلديه يدويه وكده، ففلوسه بترجع كجزء ليهم وجزء كفند لينا عشان نصرفه عليهم في العزبه. ميشو الحاوي طفل في السابعة في المدرسة، يقول إن اسمه محمد. تعلم هو وأترابه الكثير من طلاب جمعية عشانك يا بلدي. علمونا تلوين ونرسم ويعلمونا ازاي نمثل. ما انا عملت معاهم مسرحيه في جامعه عين شمس، كنت طالع بدور اللي هو البلطجي واخش على النينجا ولغايه ما وصلنا للوحش الكبير. المفروض الوحش الكبير ده بيمثل عشوائيات، فهم بيوري ازاي الطفل بعد مثلا ما كان بيعمل شقاوه او بلطجه او كده ازاي قدر ينمي نفسه ويبقى محترم عشان يقدر على الوحش ده خالص. بيدينا عن النظافه والتعامل الصديق، نحترم بعض ازاي. في حاجات كانت بتبقى فيها مشاكل معانا، فكنا بنيجي الاساتذه والاول هنا فكانوا بيشرحوا لنا وبيفهمونا، والحمد لله يعني بقيت كويسه في المدرسه دلوقتي عن الاول. انا كان نفسي اطلع مضيفه طيران. الأمهات يفتخرن بأنهن صرن قادرات على كتابة أسمائهن بل وأسماء آبائهن أيضا. صراحة بيجيبوا لنا كل حاجة، وبيدونا الحياة الأمية برضك بروح نتعلم فيها قراية وكتابة، كنت بكتب اسمي واسم أبويا وكل. نحن الأمية نحضر الحصة بتاعتنا ونكتب الواجب بتاعنا، ومعايا أولى إعدادي وثانية إعدادي وستة ابتدائي. لا أحد في عزبة أبو قرن تحمس للانتخابات الأخيرة، لكنهم يتحمسون لهؤلاء الطلبة، طلبة عشانك يا بلدي، هؤلاء الحاضرون حيث غابت الدولة والسياسيون. والله كويسين أوي الشباب زي الفل بصراحة، ولو كانوا عملوا انتخاب السنة دي كنا انتخبناهم. رمتان عويطية، القاهرة، مونتي كارلو.